نهاية مباراة تشيلسي ولوتون تاون بفوز نادي تشيلسي على نادي لوتون تاون بنتيجة 3-0. ونهاية مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بفوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بنتيجة 1-0. بس قبل ما نخش في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتجيب شرط الاشتراك في القناه، ويلا نخش في الفيديو. وهنبدا مباراه تشيلسي ولوتون تاون اللي انتهت بنتيجه 3-0. نادي تشيلسي استطاع ان هو يحقق اول فوز ليه في الموسم دوت في الدوري الانجليزي، ودوت كان اول فوز ليه في الدوري الانجليزي من 6 شهور فاتوا. فيا ترى دي هتكون حقبه جديده بقى من نادي تشيلسي اللي احنا منتظرينه منه، اللي هو باع نص الفريق وجاب لعيبه تانية وجايب مدرب جديد بوتشيتينيو. هل يقدر ياخد تشيلسي من المركز ال 12 للتوب فور ويرجعه للواجهه تاني؟ هنشوف دوت. بس لعبوا مباراة جميلة، فتعال نشوف ايه اللي حصل في المباراة. نادي تشيلسي كان بادئ في الحراسة بالحارس روبرت سانشيز اللي بجد اللعب بالقدمين كويس قوي، وكان بيساعد في بناء الهجمة، وكان بيبدأ الهجمة ويحرك لعب يمين وشمال. فالحارس دوت مهم في اي فريق عامة، اي حارس بيعرف يلعب برجله في الفترة ديت. وكان خط الدفاع متكون من ثلاثة: دي ساسي وتاجو سيلفا وكولويل. كولويل الصراحة لاعب جميل قوي، لاعب عليه تمريرات اماميه، ساعة ما يقلب كباك ليفت كده تمريراته الاماميه اللي في العمق تمريرات خطيره. ولو شفت المباراه هتلاحظ مدى خطورتها، اللي كانت بتتلعب لقدام لنيكولاس جاكسون ورحيم ستيرلينج اللي قدم مباراه خياليه، وهنجيله في الكلام دلوقتي. وكان في نص الملعب مالو جوستو وكايسيدو وكالجر وبيري تشيلويل. مالو جاستو وبيري تشيلويل، بيري تشيلويل كان واخد ادوار هجوميه زياده عن مالو جاستو، لان بيري تشيلويل ما شفناهوش في الادوار الدفاعيه كتير. مالو جاستو كنا بنشوفه في الادوار الدفاعيه اكتر من بيري تشيلويل. برغم من كده ان هو قدر يصنع هدفين، مع ان مالو جاستو في الهدف الاول يعتبر مش صناعه قوي، هو ادى كان رحيم ستيرلينج ودخل وعمل عمايله في الدفاع. بس قدر يوصل الهدف الثاني بطريقه جميله لرحيم ستيرلينج. وكان في نص ملعب جالجر وكايسيدو. بص كايسيدو فعلا الخناقه اللي حصلت بين تشيلسي وليفربول تستحق اللاعب دوت الخناقه اللي حصلت عليه، لان اللاعب فعلا القطعه الناقصه في خط وسط نادي تشيلسي، زي هي البازل كده. وكذلك هو القطعه الناقصه في خط وسط نادي ليفربول. بس خلاص راح تشيلسي وقدم اداء خيالي في المباراه ديت. صحيح بدأ بداية مش كويسة قدام ويست هام يونايتد، ولكن مش هنحكم على اللاعب من بدايته. انا قلت لك احنا عارفين اللاعب في الدوري الانجليزي ومقدم اداء خيالي، هو بس ما وفقش في اول نص ساعة ليه في المباراة اللي فاتت. بس موسى كايسيدو في المباراة ديت كان خيالي، سواء في قطع الكورة، كان بيقطع الكورة بطريقة ممتازة خالص، وسواء في بناء الهجمة وتحريك الهجمة سريعا لقدام. موس كايسيدو كان مريح جالجر اللي جنبه، وجالجر ظهر بمستوى جميل، لان جنبه واحد زي موس كايسيدو بيقوم بادوار دفاعيه ممتازه، بيعرف يباصي بطريقه ممتازه. فجالجر بالخروج بالكوره هو اللي كان بينزل يستلم من موسيس كايسيدو، فكان جالجر مستريح في طريقه اللعب دي. هنروح للاثنين اللي كانوا تحت المهاجم. كان في رحيم ستيرلينج وانزو فرنانديز. انزو فرنانديز لاعب جميل قوي، حرام والله اللاعب دوت كنا نشوفه بيقوم بالادوار الدفاعيه اللي قبل ما كايسيدو يجي. لاعب بينقل الكوره لقدام وبيتحكم في رتم اللعب، لاعب كوير كده، لاعب تحب تشوف الكرة في رجله، اللاعب المهاري. صحيح انزو فرنانديز ولا سجل ولا صنع النهارده، بس كان عليه يسجل ويصنع لولا تضييع الفرص، وكان له خطورته كبيره النهارده في المباراه سواء بتمريراته او بتسديداته. وكان عامل مهم قوي في تحريك ومسكان رتم اللعب. هو كان عارف انت الكومبو كده، كايسيدو وانزو فرنانديز وجالاجر، يعني عملوا شغل مع بعض جامد. وهنروح لنجم المباراه رحيم ستيرلينج. رحيم ستيرلينج اصلا من مباراه ويست هام يونايتد تحس ان هو بدا يفوق. بوتشيتينيو عرف يفوقه تاني من بعد الموسم اللي فات اللي كان مش شايف وشه فوق خالص. رحيم ستيرلينج استطاع ان هو يسجل هدفين ويعمل اسيست النهارده بعد اداء خيالي في المباراه. رحيم ستيرلينج مش بس كان مساهم في الادوار الهجوميه، لا وكان بيرجع يدافع كذلك، شفناه كتير في الحالات الدفاعيه، وكان بياخد الكوره من نص الملعب وبقى جاري ستيرلينج والكلام دوت. ستيرلينج قدم مباراه جميله النهارده قوي. هتقول لي ده قدام لوتن تاون، اقول لك ايوه قدام لوتن تاون فريق لسه صاعد، بس هي دايما البدايات بتكون كده، لازم تاخد ثقه في المباراه ديت علشان تمشي معاك بقيه الموسم وتعرف تجيب
اهداف يعني تاخد ثقه المباراه دي عشان تاخد فيها ثقه وتكمل بقيه الموسم. ودوت اللي حصل مع نيكولاس جاكسون، لو ما كانش قدر يسجل النهارده كان هيخش تحت ضغط كبير قوي، وخصوصا من الجمهور عليه، لان انت في مباراه لوتون تاون مباراه سهله المفروض تقدر تسجل. نيكولاس جاكسون قدر ان هو يسجل اول اهدافه النهارده. نيكولاس جاكسون والله بيفكرني بلاعب كده وهو داروين نونيز. نيكولاس جاكسون بيفكرني بايه؟ لان نيكولاس جاكسون بيتحرك كتير، ما بيقفش في المنطقه بس، بيطلع ويخش لاعب كده اللي هو حفروك. كذلك داروين نونيز، داروين نونيز ما بيفضلش في مكانه، مع اختلاف في الفرص اللي بيضيعها داروين نونيز. داروين نونيز بيجي له فرص اسهل من دي كتير وبيضيعها. نيكولاس جاكسون هي فرصه جات له عرف يستغلها، ما جات له فرص بس ما كانتش صريحه قوي يعني، ما كانش زي اللي تيجي لداروين نونيز وبيضيعها. فنيكولاس جاكسون لاعب هيسجل اهداف كتير. هو طالما سجل النهارده عرف يكسر الحاجز دوت، يسجل اول اهداف في الدوري الانجليزي، هيسجل بعد كده وهتمشي معاه، لان هو لاعب ما بيتحرك في كل مكان في الملعب في الخط الهجومي يعني، وبينزل تحت كذا. وكان يقدر يصنع اسيست النهارده او اسيستين لرحيم ستيرلينج، بس رحيم ستيرلينج ما عرفش يستغلها بطريقه جميله، كان بيشوطها بره. فنيكولاس جاكسون لسه لاعب صغير وهنشوف منه كتير قدام في بقيه الموسم، وهيسجل اهداف كتير. لوتون تاون بدا المباراه وما كانش واخد ثقه، كان متردد خالص، هبط برضه اول مره يلعب في الدوري الانجليزي وفي الستانفورد بريدج، ملعب وجمهور من اكبر الجماهير في الدوري الانجليزي. بس مع تقدم الوقت في المباراه لوتون تاون بدا ياخد ثقه، وكان له هجمات خطيره، وكان يقدر يتعادل مع نادي تشيلسي لما كانت النتيجه 1-0. بس نادي تشيلسي دمر نفسه ويسجل هدفين بعدين. اخطر لاعب من نادي لوتون تاون كان كارلتون مورايس، اللي سجل هدف لوتون تاون في المباراه اللي فاتت، اللي كانت قدام نادي برايتون من ضربه جزاء، وده كان اخطر لاعب في الخط الهجوم عامه. وهنروح للمباراه ريال مدريد وسيلتا فيجو. ريال مدريد قدر ان هو يكسب سيلتا فيجو بنتيجه 1-0 بهدف عن طريق جود بلينجهام اللاعب العالمي. يعني ما شاء الله عليه، يا بخت ريال مدريد بكل فيديو تقول يا بخت ريال مدريد بجود بلينجهام. جوهره جوهره، لاعب خطف قلوب جماهير ريال مدريد كلها. وبتسجيل جود بلينجهام النهارده قدام سيلتا فيجو بقى اللاعب الثالث بس في تاريخ ريال مدريد اللي يسجل في اول 3 مباريات ليه مع ريال مدريد من ساعة ويسلي سنايدر وكريستيانو رونالدو. جود بلينجهام لاعب بيكتب اسمه في تاريخ ريال مدريد من ذهب، ولسه صغير يعني، كمان 10 سنين قدام شوف جود بلينجهام هيعمل ايه. لاعب جميل، لاعب جوهرة، مش جميل بس، لاعب هيبقى من اساطير الدوري الاسباني ومن اساطير ريال مدريد لو ما حصلوش اي حاجه، لان ريال مدريد المصايب قاعده تنزل عليه. ففي الدقيقه 18 فينيسيوس جونيور خرج مصاب من المباراه. جماهير ريال مدريد يعني الله يكون في عونها، عندك كورتوا ميليتاو وفينيسيوس جونيور. يعني دي لعنه ايدن هازارد، ولا إيه؟ ايدن هازارد كان مصاب كنا بنتريق عليه، مشيتوا الراجل فريق نص الصاب. يا جدعان اللي حصل في ريال مدريد مش حد عارف. في المباراه النهارده شفنا اول مشاركه للحارس الاسباني كيبا مع ريال مدريد، عشان ما لعبش المباراه اللي فاتت، اللي لعب المباراه اللي فاتت الحارس بينون، واللي قدم اداء جميل يعني، ما قدمش اداء وحش خالص، وقدر ان هو يحافظ على نظافه شباكه ويطلع بكلين شيت. وربنا يكون في عون ريال مدريد وجماهير ريال مدريد بالاصابات، ويا رب يعني الاصابات ما تكترش، لان كامافينجا هيغطي ايه ولا ايه. وبس كده، سلام.